شو بدهم؟ سيدي هدول ركاب بكره وجايين يشتكوا على راكب. طيب خليهم يفوتوا لشوف. حاضر سيدي. تفضلوا يا جماعه فوتوا وراي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين. السلام عليكم. اهلين. يعطيك العافيه سيدي. اهلين. خير يا اخي، شو القصه؟ سيدي القصه انه انا وليش عم تسألوا له بالاول؟ سألني إلي أنا. حجي لو سمحت عيرنا سكوتك. ايه احكي يا اخي، شو القصه؟ سيدي القصه بدي اشتكي على ابو هاللسان الزفر هذا يلي ما بيخاف الله وما عنده كبير الا الجمال. من جهة ما بخاف الله أعوذ بالله إني أخاف الله رب العالمين، ومن جهة ما عندي كبير إلا الجمال فكلامه صحيح، لأنه حتى الجمل بعيني صغير كثير. فكرك الجمال كبير يعني؟ حشات الذكر مالي شايف حدا قدامي، لا جمل ولا فيل ولا ديناصور. عجبك هيك؟ الكبير لازم يكون كبير بكل شيء، بعقله بمقامه بتصرفاته، مو هيك يا أخونا؟ حجي لو سمحت روق وخلينا نفهم من الزلمه، انت بدك تشتكي ولا هو؟ أنا ما بدي أشتكي على حدا، لأن الشكوى لغير رب العالمين مذلة، وخاصة للحكومة. اصبح لو سمحت عيرنا سكوتك. ايه احكي يا اخي، شو القصه؟ سيدي هذا الزلمه اللي واقف قدامك سبني وهاني بكلام كبير كتير، لو بيوقع على جبل بيهده سيدي. وسيدي جاب سيرة والدي وأهاني رحمة الله عليه، وأنا من تم ساكت سيدي، لأنه أنا طبعي هني وبسامح يلي بيسبني وبعمل حالي مالي سمعان سيدي، لأنه بالنهاية في مغفر وفي حكومة هي اللي بتاخذ لي حقي. بلشت الزعبرة، وبعد شوي بيعمل لي حاله قديس أولي، وهو حشات الذكر، حشات على نصبك انت. حجي لا تشتكي هاد، قسما بالله بنزلك على النظارة. حاجة بقى اهدى، كمل يا اخي، خلصني بقى. سيدي أنا صدقني ودود مع الناس كثير. لك ايه من الناس والود والوداد تبعك؟ خليني بالقصة. هذا الرجال ليش سباك؟ يسلم لي البطن اللي حملك ويرحم أبوك. صحيح أنت ابن حكومة بس باينتك فهمان. ليش يا حضرتك؟ لأنه مو الحق على يلي سب الناس، الحق على يلي بيخلي الناس تسبه. كمل يا اخي، كمل وخلصني. وين تعرفت على البني ادم؟ بالميكروباص سيدي، كلياتنا اجتمعنا بالميكروباص خط سقبة. حمور يا ايه فهمنا خلصنا بقى. اختصر يا اخي، احكي. سيدي بالمختصر هذا الزلمه سبني وجاب معدل ابي سيدي. نعم يا سيدي صحيح، أنا قلت له بالحرف الواحد، قلت له أنت كلب ابن كلب، وعيطت عليه وكنت راح أفقع من غضبي وراح أبلعه بلاه، وأنا ما بنكر هالشيء، ما بنكره أبدا. يا لطيف، يعني بتعترف؟ نعم، بس خليني أشرح لك بالأول شو السبب حتى تعرف إذا كان بيستاهل ولا ما بيستاهل. وشو السبب؟ يا سيدي طلع هالكلب على الميكرو من اول شارع بغداد وبايده سيكاره مع انه ممنوع التدخين، ولما وصلنا لموقف الازازين كان مدخن سيكارتين وطنيات تبع الريحه القويه، وكانه عم يدخن زبل بقر او بعر الجمال، وما عدنا شفنا بعضنا. وانا شخصيا سعلت، طبع صدري، داق نفسي، احمروا عيوني، حرقوني، وهو ولا ابالي ما له سائل على حدا. قلت له الدخان ممنوع يا اخ مشان صحتك. قال ما حدا له علاقه بصحتي. قلت له طيب اذا كان مو مشان صحتك مشان صحتنا. قال يلي ما عجبه ينزل. كزيت على اسناني وتحملته وقلت له لكن افتح الشباك من عندك حتى يتغير الهواء. قال ما بقدر، الدنيا برد، بخاف اكل نصفي. وطالع سيجاره ثالثه ودعشها بتمه، وقبل ما يشعلها فار غضبي. قلت له لك شو كلب انت؟ كلب؟ لا شك بانك كلب ابن كلب. ارمي السيجاره من ايدك، ارمي السيجاره من دمك. نعم سيدي هيك قلت له، كلب ما بنكر ابدا. مزبوط سيدي، هيك قال لي. لك شلون هيك بتقول له؟ شلون؟ شو الناس قدامها منك دبان؟ ما بتعرف انه هي فيها اهانه وتحقير ويعاقب عليها القانون كونها سب وشتم وقذف علني؟ خليه يحسبها مثل ما بده يحسبها. دخيلك قال إهانة، قال وليش إهانة بقى؟
ليش شو الكلب يا سيدي؟ الكلب رمز الوفاء والحنية واللطافة والذوق وميزان الإخلاص والشهامة، وياما كلاب مأنقذة أصحابها من غراء أو حريق. ولك يا سيدي، لما كانوا يمدحوا خليفة كانوا يوصفوه كالتالي: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب. بقى يا ريت يسكت هالإنسان على خير. مزبوط سيدي، أنا كنت بالمكرو هذا اللي صار. ومين هالشاب الطحيني؟ مين حضرتك؟ شو دخلك بالموضوع وليش جاي؟ أنا جاي اشتكي على مين؟ على هالإنسان. كمان؟ شو مشكلتك؟ هذا الإنسان سبني قدام كل ركاب المكرو وحكى كلام كتير كبير، بصراحة صرت قد الناموسة من خجلي. طبعا يا سيدي أنا قلت له كلام ما بنكره أبدا، ومستعد عيده وأفتقه كمان. شو قلت له؟ ما بدكم تسمعوا القصة من الأول؟ لك قل لي شو القصة؟ يا سيدي، هالمخلوق قاعد جنبي مني بالميكرو، لزق فيني، قال لي شلونك يا عم؟ قلت له منيح منيح الحمد لله. قال لي والله أنا عندي 4 أولاد صغار وأمه وبنتين مجوزات، ومستأجر أنا وهالأولاد والمرة بيت بغرفتين، وقال ما عم يقدر ينفرد بالمرة، والمرة عم تاخذ حبوب على الفاضي. بنته المتجوزة عملت قيصرية، بنته الثانية عندها دوالي برجليها، صهره بيغسل سيارات بالكازية بس حرامي، صهره الثاني بيلحق نسوان وانحبس بعمل منافي للحشمة، بنت حماه بتشتغل بالسحر والشعوذة ومسكتها الشرطة، مرته ايدها طويلة بتسرق مصاري من جيبته، ولما بيختلي بمرته بيحتار كيف بده. سألني شو الطريقة يلي بيقدر فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار يسألني عن طريقة، قال لي إنه لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يخزيك يا شيطان، قال لما بمد إيده لتحت التخت بلاقي أوه أنا ما بقى فيني منه، كان فيني عقل وطار، طلع الدم لراسي، قلت له لك اخراس اخراس يا صرماي، ولك شبك انت شو جنيت؟ شلون هيك عم تحكي لي عن اهل بيتك وخصوصياتك وكانك بتعرفني من 40 سنه؟ قلت له فعلا انك صرماي عتيقه، هيك قلت له صرماي ابن صرماي، نعم هيك قلت له انت صرماي. ايه مزبوط سيدي، هيك قال لي صرماي، وأنا حسيت بالإهانة وبدي اشتكي عليه. إهانة؟ ها وين الإهانة؟ شبه الصرماية، حدا بيقدر يمشي بلا صرماية، وإن شاء الله يكون وزير ولا أمير. الصرماية يا سيدي إلها فوائد إذا بدي أعدلك إياها ما بتخلص لبكرة. لا والصرماية مشهورة إعلاميا. ها أبو قاسم الطنبوري من شهره صرمايته، وسندريلا الكربوجي مين شهرها؟ كندرتا. لا تروحوا لبعيد، مين يا حزركن اسمه ارتبط بالصرماية من رؤساء العالم؟ بوش الشرس. ومين شلح صرمايته؟ هي مثل هي، مين شلح صرمايته؟ خبط فيها على منصة الأمم المتحدة وهو عم يلقي خطابه نيكيتا خروتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي. بقى انا مالي ندمان على نعتك بالصرمايه، هيك انا. ولا يا سيدي ما خلصنا لسان هالانسان وعندي شكوى ضده. قول شو الشكوى تبعك، بس لا تنشأ بخريطي. لا قول شو الشكوى. انا بقول لك ليش لحتى تساله؟ يا سيدي انا غيرت مكاني بالميكرو من الازعاجات، بس الزلمه اول ما طلع على الميكرو سلخ عطسه الله مولاها، رشمتني رشم. ورغم هالشيء قلت له يرحمكم الله يا اخ. مرد ولا كانه عدا حكى. لا وما حليله الا انه يقعد جنبي مثل الجحش، ومنخاره قدام منه مثل الخرطوم عم يشرشر شرشره ومرشح رشح قاتولي، وفوق منا بده يحكي حرير الحكي، وبلش يحكي معي بصوته المخمخم وحط وشه بوشي وبلش يفتح سيارة، وكل ما حكى كلمة كان يصرخني عصي مثل الرشاش. ما بعرف شلون يخرب بيته ولا بيطالع محرمة وبيعطس فيها ولا شيء. قال لي اليوم 3 وما لحق يكمل حتى عصي غسلني فيها من فوق لتحتي،
وكان يمسح منخاره بقفك امه وما يحط ايده على تمه، وكل ما عطس كان يملي لي وشي بالرزاز وانا عم بزوره على اساس انه بيفهم من الزوره وبيتلملم، بس ما في خواص. ولما فتح تمه وبلش يعوي انا كان فيني عقله طار، وقلت له ولك يا دب يا ابن الدبب، اذا كنت مرشح ومنضرب على قلبك ضروري تغسلنا ببزاقك وقرفك؟ لك دير وشك دير وشك عني، هلكتني. العمى شو انك دب كبير، دب ثلاثي. نعم ايه والله هيك قال لي يا سيدي، اهاني وقال لي دب، يعني حش السامعين. وليش لحتى يشعر بالإهانة؟ الإهانة يا هال. الدب لمعلوماتك أكبر رمز بالعالم لدولة آسيوية كبيرة بتهز الدنيا. أكبر القادة الروس طالعين من تحت مظلة الدب. بقى ليش انزعجت كل هالانزعاج يا دب؟ عفوا حجي، لو سمحت خليك بالموضوع وبلا التعليقات. عفوا سيدي، ما بدكم تسمعوني انا كمان؟ انت عندك شكوى كمان؟ نعم سيدي. شرف لهون او جهلك على الواجهه، تفضل. وعلى مين بدك تشتكي؟ على الانسان يا سيدي. نعم يا سيدي كمان. نعم يا سيدي، أنا قلت له أنت حمار ابن حمار وجدك حمار، هيك قلت له. بس يا حجي هذا الكلام ما بيجوز. هلا لا تقلي كلام وملام. هذا الشخص طلع على الميكرو مثل القرفان، طلع على مهله وقعد جنبي، هو عم يحاول يلملم حاله حتى ما يدق كتفه بكتفي. قلت ماشي الحال، هذا انسان موسوس مالنا فيه، ينهجر ينمحق يصطفل ينضرب. ولما اجى بده يدفع اجرة الميكرو قبل ما ينزل قعد يدور بجيوبه حتى يلاقي فراطة. ها؟ لا مو هون، لا مو هون، لا مو هون، ما كان يلاقي لا بالجيب الورانية ولا القدامانية ولا البرانية، وكل هالشي والميكرو واقف والشرطة عم تصفر والسيارات عم تزمر، اتعطر السير، تأخرنا عن مواعيدنا، أخونا بالله لا مو هون، لا مو هون، عم يدور على 10 ورقات، بعدين صاح وهو فرحان. وجدتها وطالع 1000 ليرة وعطاها للشوفير. انا هون كان عندي درهم عقله طار من نافوخي، قلت له لك يا حمار، حدا بيطلع على السيرفيس قبل ما يحضر الاجره بايده، ولك يا حمار يا ابن الحمير، حدا بيعطي 1000 ليره لشوفير ميكرو؟ أي يمكن هالشوفير ما يشتغل ب1000 ليره ب4 ايام؟ فعلا يا سيدي، انا بدي اشتكي عليه على الاهانه اللي اهاني اياها. أنا إهانة هي؟ ليش شو الحمار؟ الحمار رمز أكبر حزب حاكم بالعالم، حزب الحمار الديمقراطي يلي طالع أوباما وأمثاله من أتباع الحمير. بقى أنا من رأيي خلي أخونا ينضم لحزب الحمير برتبة كر أو جحش. بقى ليش لحتى يزعل أخونا، وليش الرفس والشنهاء يلي ما له طعمة، وليش لحتى يشعر هالحمار بالإهانة. آمنت بالله على هالنهار العربي. حجي بعد إذن حضرتك الاسم الكريم؟ أبو فارس مشموش. يا سيد مشموش، شو ثقافتك بلا صغران؟ ثقافة عامة. بعدين شو بدك بثقافتي أنت؟ عمر الثقافة ما كونت إنسان. مزبوط، باين عليك مخضرم وفهمان ومثقف وخايط برها وبحرها ومليان كتير، فكنت عمول يا حالي. هات لي شوف أنت التاني شو عم تقول لحالك؟ طالما حضرتك مالك قادر تتحمل الناس وكلامهم وغلاظاتهم وقلة ذوقهم حسب ادعائك، يا أخي عود ببيتك وكن. أقعد وكن بالبيت؟ أنا؟ إيه يعني إذا مالك قادر تتحمل الناس. اتحمل الناس؟ أنا؟ إيه أنت، مشان هيبتك وشيبتك واحترامك لنفسك. احترامي لنفسي؟ ولك انت شو انت؟ ولك انت لك شو بدي اقول له؟ لساني عم ياكلني، فهموني شو اقول له.